اهلا نادينا. أهلا بيك يا مستر. مستر. اتصلوا بيها في البنك وهتسيب التمثيل وترجع شغلها الأساسي. استلوحت على كل الرجالة اللي مثلت معاهم وقلبت منهم قرشين. فكرتنا بدلوعات الشاشة زمان وجسمها مساعدها. كواليس انتهاء مشوار هدى الإتربي دنيا العتاولة مع التمثيل بعد نجاحها. للجمهور شبهها بشخصية وداد في جعفر العمدة. وهل خلاص هتعتزل الفن وترجع للماضي؟ يا ترى ايه حكاية شغلانة البنك اللي جات لها؟ الموضوع طلع وراه حدوتة كبيرة هقول لكم عليها في فيديو جديد من حكاويها. بنت عادية جدا من حي شعبي طبيعية جدا، عندها منطقة بارزة في جسمها من تمرين الاسكوات في الجولدست جيم لمدة سنة. بتنزل تجيب الخضار من السوق بميك اب كامل كله أصلي، وشعرها فيه الاكستنشن متظبط عند أشطر كوافير، ولا الأوتفات مستوحى من هند رستم في الستينات علشان حبت النوستالجيا وإحياء التراث والذكريات والدلع. كلمتين قالهم الناقد الفني محمد عاطف وهو بيحلل شخصية دنيا رفارف بتاعة مسلسل العتاولة كلنا عرفناها خلاص. شابوه هدى الإتربي على التحضير للشخصية، والأكيد ده خد منك وقت كبير تشوفي ايه أكتر نموذج بنت شعبية بيحبها الجمهور وتشتغلي عليها. هدى الإتربي اشتغلت في بنك وهي في الأصل محامية، بس كان ليها رأي تاني فقررت تبقى ممثلة وتسيب البنك وتركز في التمثيل. بس الحلو ما يكملش، وفكرتنا بالإفيه بتاع طه أبو دقة يتقال له لأ. في جمهور قال للفنانة هدى الإتربي لا انت كده مش هتنفعي معانا، طريقتها في التمثيل والرقص ده واحنا في رمضان خلت الجمهور قال مشوارها الفني في نهايته، ويا ريت البنك اللي كانت بتشتغل فيه يتصل بيها علشان ترجع الشغل تاني، ويا ريت يكون المرتب ضعف اللي بتاخده في التمثيل علشان ترضى بيه وتسيب الشغلانه. الناس انتقدتها وكلام كتير اتقال عنها، وهي ولا اتضايقت ولا حاجه، وشايفه نفسها نجحت في الدور ده ببراعه تتحسد عليها. دي خلتنا نشوف اغراء هند رستم ودلع شاديه والشغل القديم بتاع نجمات الزمن الجميل. دلوقتي هدى لهفت ترند ومسلسل العتاولة نقلها في حتة تانية ونجمها طلع السما خلاص. هدى الإتربي أجلت اللي بتفكر فيه، خصوصا بعد لما عرفت ان اللي بيتقال عنها انها تسيب التمثيل وترجع البنك تاني ما هواش اللي حبت حقد وغل من المنافسين، وكمان في عدد كبير من الجمهور زي اللي قالوا لها ايجابك التمثيل خليكي في البنك بتاعك او اشتغلي محامية بالشهادة بتاعتك. في اللي قال ان هدت الصابونة لفنانين كتير بعد نجاحها اللي قلب الدنيا، وبيشبهوها بشخصية وداد اللي عملتها الفنانة جوري بكر في مسلسل جعفر العمدة السنة اللي فاتت. هدى الإتربي شكلها دخلت في تحدي مع نفسها وقالت يا أنا يا إما أنا في المجال ده، بالذات بعد ما بدلت الرقص والتمثيل بحرفنة كده كانوا سبب نجوميتها. دي خلت ريق الرجالة ينشف في المسلسل بسبب دلعها في العتاولة. شايفة إنها متفوقة جدا ومجتهدة كمان. التمثيل مهنة متعبة ومش أي حد يقدر عليها، بتاخد وقت كتير مننا وأحيانا بالأيام سهر وشغل متعب. دلوقتي الكل بيستنى الكاميرا تروح عليها علشان يسمع رنة خلخلها ويشوف جمال خطوتها. رأي الجمهور إنها ليلى علوي المستقبل وهتبقى من أهم نجمات جيلها. لهفت قلوب الرجالة والتفكير شغلهم. واحد من اللي بيتابعوا هدى الإتربي قال إنه متجوز غفير العمدة، والتاني قال حلم حياتي بيت يجمعني مع حتة القشطة دي. تخيلوا كده تيجي مكالمة من البنك فعلا للفنانة هدى الإتربي، وده طبيعي لو حصل في الوقت ده، وخصوصا بعد نجاحها اللي كسر الدنيا، وهم عارفين إنها لو رجعت تشتغل معاهم تاني في البنك هيحصل طفرة في المكاسب حتى لو عرضوا عليها أضعاف مرتبها. يا ترى إيه رأيكم في أداء هدى الإتربي؟ وهل تفضلوا إنها ترجع شغلانة البنك ولا تكمل في التمثيل أحسن؟ شاركوني في التعليقات.